لماذا لم تختر البرلمانية؟ هي رغبة من الإنسان. أنا لست إنسان تشريعي، أنا رجل عملي، طول حياتي أنا رجل عملي، أنا إنسان مهندس، ونظريتنا في الحياة هي المحصلة للمهندسين، وجيد التنفيذ والتخطيط السريع وسرعة اتخاذ القرار. يعني أترك الأمر التشريعي لمن هم أفضل مني بإذن الله. الناس لديهم فكر، لديهم رؤية في التشريع، وجهة نظر. طيب لكن باشمهندس، ألا تعتقد أن خوض غمار الانتخابات الرئاسية في ظل وجود كل هذه الشخصيات التي تملك قوة على الأرض وتملك مثلا على سبيل المثال جماعة من الجماهير يؤيدها وتملك مشروع سابق لأوانه قبل حتى إجراء المسألة الانتخابية والإعلان عن خوض غمار الانتخابات الرئاسية، هو يملك مشروع سابقا. ألا تعتقد أن الشخصيات الكبرى التي تتنافس الآن في هذا السباق الرئاسي يمكن أن يكون لك موطئ قدم معهم؟ هذا التقييم لا أعتقد أنه تقييم سليم. نحن درسنا تجارب أكثر من 50 دولة بطريقة عملنا، وعملنا دراسة مقارنة، جهزنا نفسنا للانتخابات، ولا أخفي القول لدينا مركز معلومات جيد نتعامل مع المعلومة في الحمل بتاعنا. ولذلك هذا التقييم اللي نسمع فيه دائما بصراحة هو قد يكون حتى للإحباط. لا، أنا نقول لك لا، في الانتخابات بالتحديد، ونذهب بك أكثر من ذلك، في الحكم وفي الرئاسة نحن المسلمون موحدون، يعني نتبع منهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن مأمورين بشيء، ندرس في القرآن أنا وأنت، وهذه دولة مسلمة بالكامل. إذن النزع والتمكين عند رب العالمين، نحن نسعى فقط نأخذ بالأسباب، ثم الله يضع سره في يضع خلقه. عملية القبول والتوفيق في هذه الانتخابات هذه متروكة لأمور أخرى لا أتدخل فيها أنا نسعى فقط أنا ورفاقي. عملية أن في أشخاص معروفين طبعا، أكيد هناك أشخاص ومنافسين أكثر من المهندس محمد المزغي. من المهندس محمد المزغي؟ الآن يمكن اسم المهندس محمد المزغي يعرفوه الناس. كون ناس عندهم قوة، عندهم سلاح، عندهم مال، نعم نحن نملك أموال، وحتى كنا نملك الأموال أقولها صراحة لا نسخر الأموال في حملات انتخابية أو في دفع أموال فاسدة.